مساء الخير. هذا مقر ديال جمعية قدماء تلاميذ بني عمار. هذا الفضاء الثاني يعني الفوقي. هي عبارة عن قاعة خاصة للمطالعة والإعلاميات، بحيث عندنا واحد المجموعة ديال الحواسيب اللي تتفوق 14 حاسوب. بكل صراحة هاد الحواسيب ممنوحين، عطاوهم لينا معهد الدراسات والابحاث للتعليم جامعة محمد الخامس، بحكم انني كنت تنشتغل طول حياتي معهم. كانت هاد الهدية عبارة على يعني تحفيز لهذا العبد المذنب. هنا عندنا صور ديال المؤسسين ديال جمعية قدماء تلاميذ بني عمار، منهم اللي الله يرحمهم ومنهم اللي مازالين الله يطول لهم العمر. ايوا حنا الان يعني تنديروا بعض الورشات. استطعنا اننا نديروا ورشة الخياطة ديال التقليدي، ثم الخياطة العصرية، الاتصالة والخياطة. تمكنوا النساء والفتيات اللي قاموا يعني التدريب خلال السنة، توصلوا انهم يعني ياخذوا الدبلومات ديالهم من مندوبية التعاون الوطني. هذه خزانة ديال بعض الكتب. شكون اللي عطاكم هذه الكتب هذو؟ الكتب هي البداية كانت ديال وزارة الثقافة والتواصل، يعني وزارة الثقافة السابقة. وكاين بعض الإخوان اللي كل مرة تيطوعوا تيجيبوا مجموعة ديال الكتب، بحيث هادشي تتشوف هاد النماذج الكتب ديال الدراسة هي مهداة من بعض الأطر ديال الجمعية والمحسنين. وهذه الكؤوس؟ هاد الكؤوس هما عندنا سنويا تنقوموا بواحد الدوري ديال كرة القدم للأطفال. سنويا تنقوموا بهذا الدوري هذا اللي تيمولو أحد الأعضاء ديال جمعية قدماء تلاميذ بني عمار، الأخ المبطن. متعودة الجمعية أنها تقوم يعني باختتام السنة الدراسية بتوزيع جوائز على المتفوقات والمتفوقين اللي وصلوا هاد السنة هادي. 15 متفوق في المدرسة، يعني في المدرسة الابتدائية ديال بني عمار. تم التوزيع ديالهم بالموازاة مع الدوري ديال كرة القدم اللي كان في آخر السنة، يعني في الشهر هذا اللي داز. وحنا الآن في صدد تسجيل الأطفال المخيمات الصيفية، لأن كل سنة تنديو الوليدات للمخيمات الصيفية. هاد السنة يعني وصل عدد المستفيدين ل50 طفل. للأسف الأسر ديال بني عمار هي يعني نوعا ما يعني ذوي الدخل الضعيف، لذا طوعوا بعض الإخوان الغيورين على الجمعية جزاهم الله خيرا، اللي صيفطوا وليدات القرية للمخيم. كاين الإخوان اللي طوعوا وخلصوا على 2 ديال الأطفال، كاين اللي خلص على 3، كاين اللي خلص على 1، وكاين اللي وصل أنه خلص على 4 ديال الوليدات.
من هذا المنبر تنشكروا الاخوان هاد المساهمين، يسمحوا لي ما ذكرتش الاسماء ديالهم خوف انني نشاسي اسم وصدق يعني ما يعجبنيش الحال. أستاذي، نوع أعطيني فكرة حول المخيمات اللي نظمت الجمعية. أعطيني تقريبا هذه شي 4 سنين ولا 5 سنين، وذكرني المدن اللي مشات لها. انا نقدر نعطيك نبدا المخيمات الصيفيه اللي تقوم بهم الجمعيه من 2002 الا ما خفت نكذب، او لا 2000 بالضبط، 2002. الدليل ها هو، تفضل تشوف رسالة واحد شهاده تقديريه اللي عندي انايا في عام 2001. انذاك كنت مدير ديال المخيم. اسم المخيم هذا؟ هذا المخيم كان في الحوزيه، هذا مخيم ديال الحوزيه، هي المرحله الرابعه 2002. هنا هذه شهاده عبد ربي 2002 المخيم ديال الحوزيه. هذا هي باسم عبد ربي في المركز الدولي لاصطياد ديال الغابه الدبلوماسيه اعتقد 2004. وهذا النشاط أستاذي نعم، النشاط اللي كاين فيها هادو أنشطة ديال كنا تنديرو مهرجان ربيع بني عمار. هذه يمكن النسخة الخامسة هي شتيات 2000، النسخة الخامسة كانت 2005. يعني بداو 20 عام باش كنا تنظمو مهرجان ربيع بني عمار. نعم. هنا كنشوف الاسم ديال المرحوم محمد علي رحمه الله. احنا كنا تنستضيفوا مجموعه ديال المجموعات الوازنه واللي ملتزمه، بحال السهام، بحال ناس الغيوان، الفكاهي الجم في 2006. يعني كانوا رواد كثار أستاذي المحترم في المهرجان. أعطيني مجموعة ديال المدن اللي مشيتوا فيها المخيمات. من المدن اللي مشينا لها المخيمات، مشينا نبداو من الشمال، مشينا لطنجة الغالبة الدبلوماسية أكثر من مرة. مشينا لأصيلة، مشينا للعرايش، ما نزربش عليك بالزربة، يعني مشينا لأصيلة، مشينا للعرايش، مشينا للجديدة، مشينا لأزمور، مشينا للدار البيضاء، مشينا الحسيمة، مشينا للجبهة، مشينا للسعيدية. وهذه السنة إن شاء الله. هذه السنة إن شاء الله بمدينة السفرو. إن شاء الله. أستاذي المحترم، فاش كتمشيو؟ نعم. وسائل النقل الوسائل دائما وسائل خصوصية، يعني تنجتهدوا وتنكريو الكار اللي تيدينا وتنديروا معاه باش يردنا. يعني كيجي عندكم حتى لبني عمار؟ تيجينا حتى لبني عمار، تيهز الوليدات وتيدينا عاوتاني للمخيم، وتنديروا معاه اليوم الاخير ديال المخيم تيجي مورانا وعاوتاني ويردنا. وبالنسبة الاكل والسهرات اللي كتقوموا بها داخل المخيمات، شكون اللي كيقوم بها؟ دابا سؤالين في سؤال واحد. تكلمتي على الاكل ياك. وزارة الشباب والتواصل حاليا يعني هي اللي تتعطينا الفضاء وتتعطينا التمويل، يعني الطعام، يعني هي اللي تتكلف لنا بالإقامة والتغذية. والجمعية هي اللي تتوفر الأطور اللي غادي يمشيو أو اللي غادي يسيروا الفترة ديال المخيم. فاحنا عندنا أطور يعني اللي تكونوا في مجال ديال التخييم، وحتى لما في حالة ما كانتش عندنا حنا بين قوسين تنقول في حالة ما كانتش
الى الاطر ديالنا ما كانوش يعني متفرغين باش يشاركوا معنا في المرحله التخييميه، فاحنا تنقوموا لنا شخصيا تنأطر الاطر التربويه ديال المخيمات الصيفيه. دونك عندي علاقات بكل تواضع، ولادنا اللي تخرجوا على يدينا بداكشي تنتواصلوا معاهم، هما اللي تيقوموا لنا بهذه المهمه هذه. يعني هذه مهمه ماشي صعبه يعني بالنسبه أستاذي المحترم، لي سؤال. هل الجمعية تشجع الساكنة أو المنخرطين في الجمعية على العمل الجمعوي؟ هو الهدف الاول والاساسي هو هذا، هو ان يعني الجمعيه هي جمعيه ثقافيه محضه توعويه فهمتي تنمويه. هادو هما الاهداف اللي مسطره. فكيف سبق لي قلت لك اننا وصلنا اننا نخرجوا المراه المغربيه القرويه يعني ديال قصبه بني عمار. استطعنا في هذه السنتين أستاذي سامح لي، قصبة بني عمار قلت لي عندها 3 ديال البيبان. وكل باب عنده اسم. كل باب عنده اسم. كاين باب الصور التحتيه، باب الصور الفوقيه هي اللي دزنا منها فين؟ منين جينا؟ جينا من باب الصور الفوقيه. باب الصور. باب الصور الفوقيه. وفي كنا دابا من اي سوق جينا احنا كنا بالصدفه انتم اللي كنتوا بالصدفه في سوق الاربع، السوق ديال الاربع ديال نزالة بن عمار. وبالصدفه حتى انا كنت متواجد تما من اجل يعني زياره الطبيبه اللي وقعت لنا على شواهد ديال الاطفال المستفيدين على المخيم. ومن هذا المنبر تنشكرهم لان كاين شويه ديال الاجراءات اللي كانت ضروري خاصها، ولكن انه تفاديا يعني ضياع الوقت وكذا. فهذيك الطبيبه جزاها الله خيرا يعني سهلت معنا الامور وطبعت لنا الشواهد الطبيه للاطفال المستفيدين. استاذي المحترم، هانتوما جيتوا من المخيم. نعم. الاباء كيستقبلوا الاطفال ديالهم، واش ما كيطلبوا شيء بانهم يشوفوا واحد التوثيق على واحد الفيلم صور لعدد ولا لنوع من الانشطه التي ساهموا فيها الاطفال ديالهم، وحتى ان يشجع هذا العمل، يشجع الاباء على الالتحاق وللذهاب الى المخيم سنوات قادمه. سيدي امين، وانتم الناس ديال الميدان تعرفوا القيمه ديال التوثيق شنو هي. فالتوثيق عندنا اساسي، دليل على ان عندنا بعض الصور ديال المخيمات السابقه او ما كاينين يعني من سنوات ديال 20 سنه سابقه ولا اكثر. فالتوثيق هو جد مهم، والحمد لله حاليا يعني التليفون راه يعني اصبح يعني واحد الآلة يعني اللي تقوم بالتوثيق يعني الآلي. راه استاذي المحترم عيد سؤال، يعني ان ملي كيحضروا تثبيتوا الاطفال وكيستقبلوهم الاباء ديالهم، واش ما كتخصوش واحد اليوم كتخصوا الجمعيه لاستضافه الاباء والاطفال لرؤيه عن طريق الفيديو ما قاموا به من انشطه داخل الفتره التي كانوا فيها داخل المخيم، وخاصه انتم مقبلون ان شاء الله الرحمن الرحيم للذهاب الى صفرو، وبلا شك انكم ستصورون بطريق الفيديو بعض الانشطه ولا مجموع الانشطه اللي غيقوموا بها الاطفال واللي قامت بها الجمعيه لاقناع الاباء وحتى المسؤولين بان يوفروا بالسنوات القادمه ان شاء الله لانشطه مثل النشاط الذي تقوم به الجمعيه.
شكرا سيدي امين. الان انا تناخذ منك هذه الفكره هذه ديال التوثيق على شكل فيديو، بحيث حنا كنا دائما تنعتمدوا على الصور، ولكن حاليا يعني مستقبلا ان شاء الله وابتداء من السنه هذا غادي نحاولوا اننا نوثقوا بالطريقه ديال الفيديو، وغادي ان شاء الله غادي نطبقوا هذه الفكره اللي جات من عندك. شكرا جزيلا، لان فعلا هذه يعني طريقه ديال التواصل ديال يعني الاعلام باش حتى الاباء، رغم ان هذه السنوات اللي دازت راه كان دائما التوثيق مباشر، بحيث درت كنت ندير رحلات يعني مثلا الخرجه الكبرى، فتنكون معنا واحد تنديروا جروب ديال المجموعه اللي هي مشاركه في المخيم، تنديروا جروب ديال الاباء وتبقاو على التواصل اليومي، فهمتي؟ بحيث السنه اللي دازت كنا في الجبهه ودخلنا لواحد هنا بلاصه جات الجبهه استاذي؟ نعم هنا بلاصه الجبهه جيت فوق ما بين الشرق والغرب، يعني جيت الحسيمه. نعم قريبه الحسيمه، قريبه الحسيمه. تما درت واحد الخرجه للبحر، عبر البحر، باستعمال باخره جديده يعني صغيره، فهمت؟ ودخلنا داخل البحر، وكان التواصل مع الاباء مباشر، كان يعني اون لايف تيشوفوا وليداتهم راهم داخلين في واحد الباطو صغيور وهما دايرين جوله في وسط البحر، كانت جميله وعطات واحد الصدى يعني ما نقولكش، يعني صدى جميل. والاباء مشكورين انهم تيثقوا فيا باش يصيفطوا معاهم، يعني باش يصيفطوا وليداتهم معايا، فهمتي؟ استاذي محترم، نعم. واش من بعد ملي كتجيو من مخيم نعم. واش ما كتاخذوش ارتسامات ديال الاطفال حول ما شوف الطفل ضروري ان تيسجل من الديبار، يعني من النهار اللي غادي يركب في الحافله باش يغادر بني عمار. نعم هو تيسجل، يعني وخصوصا ان تيسجل ما هو جميل. دونك دائما في الوقت اللي تيرجع من المخيم فما تيسكتش، دائما تيعاود لبابا ماما يعني شنو شاف شنو دار شنو عمل، حتى الشغب تيذكروه، يعني كل شيء يعني تيتسجل عنده على العموم. هادشي اللي كاين. مشكور استاذي المحترم سي عبد الجبار بلشهب، رئيس جمعيه قدماء تلاميذ بني عمار زرهون. شكرا على الاستضافه، وشكرا لكم استاذي المحترم على قبولك التسجيل هذه اللحظات ولو نعتبرها قليله في المقر الجمعيه وفي مدينه قريه بني عمار. سيدي امين، شكرا، الله يسهل عليك باش نصحح واحد. انا لكل ذي حق حقه. هذه المحطه هذه المده الزمنيه، انا كنائب الرئيس، يعني كنت رئيس يعني في السنه الماضيه او السنتين الماضيه المحطه الفائته، اما هذه المحطه هذه فعبد ربي هو نائب الرئيس باش من لكل ذي حق حقه. وشكرا على الضيافه وشكرا للزياره، ونتمنى انك انك تزورونا يعني في المستقبل ان شاء الله في واحد الجو اخر من غير هذا. تحياتي لك سيدي امين. وكنشكرك استاذي على البريردات ديال اتاي والكويسات ديال اتاي اللي شربناهم، يعني انك بغيتينا باش نشربوا اتاي بانواع مختلفه ديال بن عمار. البراد الاول اش كان فيها استاذي المحترم؟ البراد الاول كان بالمنسى، والبراد الثاني ديال سيد الحاج كان ديال فليو وذوقناهم بجوج، دونك كان شيء جميل. شكرا لك. تبارك الله عليك استاذي.